السلام عليكم متابعينا، اهلا بيكم في حلقه جديده من منوعات ولسه مكملين سلسله الامثال الشعبيه. جايبالكم النهارده امثال شعبيه عن المدن الموجوده في مصر اللي هي بقى طنطا، شرقيه، المنوفيه الى اخره. خليكم بقى معايا لاخر الفيديو. النهارده اول جزء في الامثال الشعبيه للمدن المصريه، لان طبعا مدن كتيره فانا هقسمها لكم. فيلا بينا بقى عشان نبدا على بركه. مثلا المنوفي ليلوفي، ولو اكلته لحمه الايه الكتوفي. يعني المنوفي مهما تاكله ولا تجيب له ايه وقدامه حاجه غلط هيتكلم، هيقول الحق حتى لو على رقبته. وليلوفي يعني ما بيصاحبش على اي حد، مش بالساهل ان المنوفي ان انت تصاحب عليه. ولو اكلته لحم الكتوفي يعني لو كان لحم ايه، لحم الكتوف بتاع الخرفان او اي لحمه بقى وخلاص. طب ايه اصل الحكايه بقى يا دينا؟ وجعتلنا دماغنا. انا هقول لكم اصل الحكايه. بيقول ايام المماليك، ايام المماليك كان في اتنين مملوكين اتخانقوا مع بعض، واحد فيهم قتل التاني، ومن سوء حظ اللي هو اللي قتل ان كان شاهد على هذا الحدث كان واحد ايه منوفي. فطبعا المملوكي بقى خايف من المنوفي وراح قال له بقول لك ايه، انا هعمل لك اللي انت عايزه بس اوعى تشهد عليا ولا كانك شفتني ولا تعرفني، هديك اللي انت عايزه. فالمنوفي راح قال له ماشي بس بشرط تاكلني لحم الكتوفي وانا مش هشهد عليك ولا كاني شفتك ولا كاني اعرفك. فراح الملوكي قال له حاضر من عينيا الاتنين هاكلك. طبعا المملوك ده خد الايه، خد المنوفي واكله لحم الكتوفي وظبطه. وبعد ما كل بقى وكله تمام، فراح قال بقى ايه المملوك اوعى اوعى ولا كانك شفتني ولا تعرف. قال له عيب عليك عيب عليك، ده انت اكلتني لحم الكتوفي. فطبعا جه تاني يوم القاضي بدأ ان هو يسأل اللي هو مين المنوفي. فالمنوفي بقى راح للقاضي، والتاني بقى مطمن ان المنوفي مش هيقول عليه. فالقاضي قال له هو انت شفت المملوكي ده؟ قال له اه شفته هو بيقتل صاحبه. فراح التاني قال له ايه ده انا لسه مأكلك بالليل وانت وعدتني. وتقول لا عيب عليك، المنوفي ليلوفي ولو اكلته لحم الكتوفي. اللي انا هقوله لاهل طنطا مش انا اللي قايلاه والله، ده هو اللي قاله بقى عادل امام. تعالوا نشوف عادل امام قال ايه عليكم يا اهل طنطا. بلدي طنطا وانا احب اعيش اونطه. عادل امام بلدي طنطا وبحب اعيش اونطه. هو اشمعنى بقى يعني طنطا يعني مشهوره بكلمه الاونطه؟ انا هقول لكم اصل طنطا ما بتحبش تشيل المسؤوليه. هما اللي بيقولوا كده، انا ماليش دعوه عشان ما حدش يهاجمني. بيقول لك ان هما ايه، بيحبوش يشيلوا المسؤوليه ويحبوا الرفاهيه ويحبوا يعيشوا حياتهم. اهل المنصوره الناس الجميله المسمسمين كده، تحسهم ان الناس دي جايه من بلاد بره، جايه من بلاد اوروبا. طب ايه اصل الحكايه؟ هم حلوين كده ليه يعني؟ انا هقول لكم. بيقال ان لويس التاسع اللي هو القائد الفرنسي لما نزل المنصورة، فطبعا يعني الفرنسويين اتجوزوا من المنصورة، فمن ساعتها السلالة واصلة لحد دلوقتي. ويعني يعني الناس يعني غلابة اهل المنصورة فما قاوموش يعني، بس هم اتجوزوا من فرنسا. طيب شوفوا ما قاوموش يعني حتى خدوا منهم الجمال ما قاوموش. يعني هو احنا يعني لازم في البلاد التانية يعني زي مثلا المنوفية وبورسعيد يعني لازم تقاوم؟ ما كنتش قاومته، على الاقل كنا هنبقى حلوين زيهم يعني، وما نحسدهمش كده ونحقد عليهم ولا خدنا منهم لغة ولا حتى جمال. لامسة واحلى تحية لاهل دمنهور اللي مشهور بالذكاء والدهاء اللي مش موجودين عند اي حد، اللي هو مشهورين بيقول لك ايه 100 نوري ولا واحد دمنهوري. طب ايه بقى معنى الكلام اللي انت بتقوليه ده يا دينا؟ بيقول لك ايه، ان لو 100 لص ولا 100 حرامي ما يقدرش يقف قدام واحد دمنهوري. اصل دمنهور مشهورين باهل الذكاء واهل الدهاء، محدش يقدر يضحك عليهم. تعالوا اقول لكم بقى اصل الحكايه. اصل الحكايه بيرجع ان كان في تاجر حب يشتري بضاعة من تاجر دمنهوري اسمه عم ايه، عم ابراهيم. ركزوا معايا عشان انا
خايفه تتلخبطوا مني. المهم جه بقى التاجر اشترى منه بضاعه، وبعد ما اشترى من عم ابراهيم البضاعه فكان ليه فلوس من عند عم مين؟ من عند عم ابراهيم. فقال له بقول لك ايه، انا ليا كده 8 جنيه. فعم ابراهيم قال له خد ال 8 جنيه. خدهم فعلا. لكن هو بقى التاجر التاني حب يتنصح على عم ابراهيم وخبى الجنيه وقال له ايه ده، الحق ده انت مديني 7 جنيه. فعم ابراهيم ايه انت واخد مني 7 جنيه؟ فراح قال له اه انا خدت منك 7 جنيه. قال له طب هات ال7 جنيه. خد ال7 جنيه عم ابراهيم قال لهم يا ناس خليكوا شاهدين، انا اديت له كام؟ قالوا له دي 7 جنيه. قال له وادي جنيه كمان، وحطيتهم على ال7 جنيه بقوا كام؟ الناس قالوا له بقوا 8 جنيه. فعلا التاجر التاني بقى فرحان ان خد جنيه زيادة وحطهم بقى في الصندوق وماشي بقى فاكر نفسه ان هو انتصر. جاي يفتح الصندوق عشان يطمن على فلوسه، لقاها كام بقى؟ لقاها 7 جنيه. ما لقاش حتى الجنيه ال2 جنيه اللي هو طبعا خد الجنيه اللي هو ضحك عليه على عم ابراهيم، والجنيه اللي كان واخده منه الاول. فقال ايه ده بقوا 7 جنيه بجد. فمحدش يقدر يضحك على الدمنهور. يعني انت بتتزكى على مين يابا؟ بتتزكيش على الدمنهور. لأهل الشرقية أهل الكرم، طبعا انتوا أهل كرم، والمثل بيقول كده، بيقول لك الشرقاوي اللي كرم الترماي. طب ايه بقى المثل اللي انا بقوله؟ والله انا مش بقوله، ده هم الشرقوة اصلهم ناس كرمة. تعالوا بقى اقول لكم بقى اصل الحكاية. اصل الحكاية بيرجع ان كان في قطر وقف وقت اللي هو ايه، في وقت رمضان يعني، وكان الوقت ده كان ساعة اذان المغرب، وان من حظهم القطر ده وقف قدام مين؟ قدام بيت العمدة. فبيت العمدة شاف الناس صايمة ووقت المغرب، فراح بقى العمدة راح قال للناس بتوع اهل الشرقية، قال لهم حضروا الصواني وطلعوها للناس، ده احنا عندنا ضيوف لازم نكرمهم ونبقى جدعان معاهم. فعلا الصواني طلعت من عند بيت اهل الشرقية وبقى مشهورين بقى بالكرم من ساعتها. يا مشاهدين وصلنا لاخر حلقتنا، ومش عايزه اطول عليكم الفيديو، استنوني في جزء تاني هنتكلم عن الامثال الشعبيه في المدن المصريه. ولو انت في اي مدينه من مصر اكتبوا لي في التعليقات علشان اتكلم عن المدينه بتاعتكم، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.